عندنا هنا اللحم غلمي، كمية على حساب عدد الأفراد. عندنا هنا بصلة مشلضة، بصلة كبيرة أولا 2 بصلات. عندنا هنا كاس إلا ربع ديال الزيت، كاس ديال الماء فيه الزعفران. عندنا هنا 4 ضروس ديال الثومة، معلقة صغيرة ديال السمن. عندنا هنا شوية ديال الخرقوم، سكينجبير، إبزار، ملحة، مروزية، قزبر مطحون، ضامة ديال البنة الزعفران اختيارية، اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. عندنا هنا قبطة ديال القزبر ومعدنوس. عندنا هنا شويه ديال اللوز للتزيين، البرقوق والمشمش. غنديرو داك كاس الماء اللي مرقدين فيه شويه ديال الزعفران. غنضيفو طامه ديال الزعفران، غنضيفو التوابل، غنديرو معلقه ديال السمن، الثومه، غنحركو ديك العطريه حتى تنسجم. هذا نشرملو فيها اللحم. غنخليو هاد اللحم مرقد في العطريه ساعه بين ما شرب لينا داك العطريه، عاد نديرو يطيب. بعد ما خلينا اللحم مرقد ساعه تشرب ديك العطريه ديالو، دابا غنردوه يتشحر. كما كتشوفوا كنقلبوا اللحم حتى كيتشحر باش كتدخل ليه ديك العطريه. دابا عاد غنضيف عليه الزيت، ما كنضيفوش من الاول حتى كيتشحر. ندير البصله، نضيف ديك القبيطه ديال الربيع، دابا غنغطيو عليه نخليو بين ما تشحرات لينا ديك البصله مع اللحم. عاد نديرو الماء اللي غيطيب فيه. بعد ما تشحرات لينا الطنجره
غنضيف انا واحد شويه ديال القرفه مطحونه، اللي عنده قرفه عواد يديرها من الاحسن. انا ما متوفرش عندي دابا عواد. درنا الماء فاش غادي يطيب لينا اللحم، دابا غنسدو عليه. عندنا هنا البرقوق ومشمش. دابا غنضيفو عليهم شويه ديال السكر، السكر على حسب الذوق، شويه ديال القرفه غنضيفوها غير على البرقوق، المشمش لا. غنضيفو الماء، انا غنضيف عليه الماء والسكر وكلشي غيتعسل بمره. غنضيف شويه ديال الماء الزهر، دابا غنديرهم فوق البوطه باش يتعسلوا. دابا درنا هنا في المقله شويه ديال الزيت، غنديرو فيها داك اللوز، نديرو فوق البوطه باش يتحمر. ونحركو اللوز، عاد درناه في الزيت بارده، مخصناش نديروه في الزيت تكون سخونه. الا درناه في الزيت سخونه ما كيتحمرش لينا مزيان، كيجيش مقرمش من الداخل. دابا اللوز ديالنا وبدا يتحمر، صافي غادي نحيدوه باش ما يتحرقش لينا. اللحم ها هو طاب كما كتشوفوا. دابا غناخذوا شويه ديال المرق غنضيفوه هنا على البرقوق باش تطلق ليه ديك النسمه ديال المرق في البرقوق. غنضيفوه على البرقوق وعلى المشماش. دابا هنا غنضيفو معلقه ديال الزبده، غنضيفو معلقه صغيره ديال الزبده على البرقوق باش يبقى عاطي اللمعان. غنضيفوها حتى على المشماش، حتى هو غنضيفو عليه معلقه. شويه ديال اللوز طحناه، دابا غنضيفوه على المرق مع ديك التغميره، كيعطي واحد المذاق زوين. غنضيفو معلقه ديال العسل باش يتعسل لينا اللحم.
انا ضفت هنا العسل، بغيت تضيفو السكر ضيفو. دابا غنخليو اللحم تيتعسل بعد ما ضفنا عليه داك اللوز وشويه ديال العسل. غنخليوه يتحمر وتختار ديك المريقه ديالو صافي، وغنطفيو عليه. دابا غنغطيو عليه ونخليوه كيتحمر لين. صافي البرقوق هو تعسل، غنطفيو عليه. اللحم كما كتشوفوا هو طاب وتحمر، المريقه ديالو اختارت. دابا غادي نطفيو عليه وندوزو نحطوه في طبق تقديم. هذا هو الطبق ديالنا اللي حضرنا اليوم، اللحم بالبرقوق. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.